في ناس كتير قدروا يعملوا في حياتهم فلوس كتير جدا وبعدها خسروها كلها، زي مارادونا، مايك تايسون، رونالدينيو. طب ايه السبب؟ هقولك، بس اعمل سيف للفيديو ده عشان ممكن يغير لك طريقة تفكيرك. في حاجة اسمها فترة ذروة حياتك المالية. يعني ايه؟ يعني اكتر فترة في حياتك بتقدر تعمل فيها فلوس. لو الفترة دي ما قدرتش تستثمر الفلوس اللي انت عملتها صح، للأسف ممكن تخسرها كلها، لان بعدها التزاماتك بتزيد او طاقتك بتقل او بيحصل تضخم، فبتبدأ الفلوس اللي انت بتعملها تقل. وحتى لو شايل ذهب هتضطر تفكه عشان تصرف منه، لان مفيش حاجة انت عملتها ممكن تشيلك في الوقت ده او تصرف عليك. وهو ده اللي حصل مع الناس اللي انا ذكرتها. كانوا في فترة شبابهم بيكسبوا فلوس كتير جدا وثروتهم عدت ال 300 مليون دولار، بس كانوا بيصرفوا ببذخ ومفكروش يستثمروها وفي الاخر خسروها كلها. وارن بافيت الملياردير المعروف قال جملة مهمة جدا، قال لو ما عرفتش تعمل حاجة تدخلك فلوس وانت نايم، هتفضل شغال طول عمرك. وافضل حاجة ممكن تدخلك فلوس وانت نايم بشهادة اغنى اغنياء العالم زي روبرت هارجبك وجراند كاردون وغيرهم كتير جدا، هي العقارات. والأزمة الاقتصادية اللي حاصلة دلوقتي هي أكبر دليل على ده. إزاي؟ لأن في عز الأزمة دي لو أنت عندك شقة أو محل ومأجره، الناس كلها بتعاني لأن قيمة دخلها قلت أكتر من النص، وأنت باشا مش حاسس بأي حاجة لأن قيمة المحل اتضاعفت وقيمة الإيجار كمان اتضاعفت، وأنت حاطط رجل على رجل. اللي شايل ذهب هيضطر يفكه عشان يصرف على نفسه لان قيمه دخله قلت اكتر من النص. اللي عامل شهاده في البنك بقى عمال يضرب اخماس في اسداس لانه اتفاجئ في الاخر ان الشهاده بفوائدها ما بتجيبش حاجه. لكن انت تمام، ما عندكش اي مشكله. العقار عمره ما خسر ابدا في اي حته في العالم. بس اهم حاجه لازم تاخد بالك منها كويس وانت بتشتري اي عقار، وحط تحتها 100 خط، هي الموقع. كل ما هتختار موقع صح وعليه طلب عالي حتى لو غالي، كل ما هتكسب اكتر. اعمل لي فولو لو عايز تعرف ايه افضل مواقع العقارات اللي ممكن تحقق لك اعلى عائد وانت نايم.